في ترند كده ظهر على الفيسبوك في اخر 2023 مين هيكون هداف السنه، اللي هو مين اكتر حد جاب اجوان من شهر 1 لحد شهر 12 في كل البطولات. ساعتها الترند ده ظهر عشان كريستيانو كان بينافس الواد هالاند، وفي الاخر رونالدو هو اللي سبق. ودي كانت حاجه غريبه لان في العادي محدش بيهتم بالموضوع ده قوي. يعني لو جيت بعدها بسنه هتسال مين هداف السنه اللي فاتت محدش هيكون عارف. وكمان لما كانت الناس بتهتم بيها قبل كده محدش كان مهتم يبص مين سجل وهو بيلعب في الدوري السعودي مثلا. في بقى ناس طلعت ورجعت بالزمن كده وقالوا ان حمد الله سنه 2019 كان هو هداف السنه دي، مع ان كل الكلام ساعتها ان ليفاندوسكي هو اللي كان هداف. لكن ده عملوه عشان يثبتوا ان الدوري السعودي بنبص عليه في الاحصائيه دي. لكن في الحقيقه ان وجود كريستيانو هو اللي خلى الناس تهتم بالموضوع ده اصلا، ووجوده هو اللي خلى الناس ترجع لاسم حمد الله، لان الدوري السعودي اللي بيلعب فيه رونالدو دلوقتي بقى موجود. وسنه 2022 بعد ما ميسي اخذ كاس العالم ظهرت احصائيه مين اكتر حد صنع اهداف في تاريخ كاس العالم، وان ميسي بقى هو المتصدر، مع ان قبلها ما حدش كان بيهتم بالموضوع ده ولا بالاحصائيه دي اصلا. لكن وجود ميسي او رونالدو في اي مكان او دخولهم في اي احصائيه هو اللي بيدي الاحصائيه دي قيمه، مش العكس، عشان الحمادنه والعبابسه بيهتموا بكل تفصيله ميسي وكريستيانو بيعملوها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دولة يا دولة يا كده. لدرجه ان اهميه رونالدو وميسي للحمادنه والعبابسه اكبر من البطولات والارقام والكوره نفسها اصلا. انزل بالانترو يا خالد. لو انت ليك في الكوره او مالكش لازم تكون عارف ميسي او رونالدو، وعارف الصراع اللي بين جمهورهم الاثنين على مين احسن لاعب في التاريخ. اتنين لعيبه شهرتهم وجماهيريتهم عدت جماهيريه انديه كامله، ومفيش ولا لاعب في التاريخ حصل معاه تقريبا كده. وهنا طبعا زي ما انت توقعت رحت عامل ايه بقى بالظبط؟ سالت نفسي سؤال، ليه دول بالذات حصل معاهم كده؟ يعني لو بالاداء ما في لعيبه عملت كده ولعبت زيهم وما حصلش معاهم كده، ولو بالارقام ما كان في ارقام موجوده قبل ما هم يكسروها ومحدش كان مهتم. وغالبا لو حد كسر رقم من ارقامهم بعد كده مش هياخد نفس الحب برضه ده بالعكس ممكن يتكره من جمهور اللي رقمه اتكسر فيهم. ليه؟ في ناس وصل بيهم الوضع ان هم بيشجعوا لاعب بغض النظر الفريق اللي هو بيلعب فيه هو ايه. وفي وسط ما انا بدور على سبب ده ايه، اكتشفت حاجه مهمه جدا. اكتشفت ان ميسي ورونالدو شبه بالظبط ابطال الافلام، وده اكبر سبب مخلي الناس تحبهم بالشكل ده. في كتاب اسمه سيف ذا كات، ده بتاع واحد امريكاني اسمه بليك سايندر، والكتاب ده واحد من اشهر واهم الكتب اللي بتتكلم عن كتابه سيناريو الافلام. وخليك فاكره عشان كل فتره هتلاقيني برجع واتكلم منه. المهم في الكتاب ده بقى ليه انك عشان تخلي الناس تحب البطل من بدايه الفيلم لازم تخليه عمل حاجه كويسه، زي فيلم علاء الدين لما في اول الفيلم بيدي اكل لعيل صغير. او ممكن حب البطل ده بانه يكون دمه خفيف مثلا، او ممكن يبقى لذيذ ويتحب، دي احسن حاجه فيا، او شكله يكون مريح. هي دي مشكله. من الاخر محتاج تخلي البطل والجمهور يبقى ما بينهم كيمياء، وده بالظبط اللي حصل مع ميسي وكريستيانو في بدايه حياتهم. يعني شكلهم كان بريء كده يخلي الناس تحبهم من غير ما يعملوا حاجه، وبقى عندهم قبول من غير ما يعملوا اي مجهود. يعني لو بصيت على صوره كريستيانو اول ما راح مانشستر وهو واقف جنب السير اليكس هتحس كده وقتها انه عيل محترم كده. اما بقى لو بصيت على شكل ميسي في بدايته خالص هتلاقي وش طفولي وطيب، ولما رونالدينيو شاله على كتفه بقى فيه كيمياء بينه وبين الجمهور، وده كان بدايه التعلق. في الكتاب كمان قال لك انك عشان تعمل بطل مناسب للفيلم بتاعك محتاج ان البطل ده يكون عنده مشكله معينه او عقبه تمنعه عن الوصول للهدف اللي هو عايز يوصل له في الفيلم، لان الوصول للهدف بسهوله هيكون ممل وما فيهوش متعه. ففي الفيلم والدراما البطل بيكون افضل لما يكون مطلوب منه انه يعمل حاجه هو في العادي ما يقدرش يعملها. ولما تيجي تبص على الاثنين هتلاقي الاثنين هدفهم واحد، اللي هو لعب الكوره وانهم يكونوا افضل لاعب في التاريخ. لكن في نفس الوقت تلاقي ميسي هو صغير هو عنده مشاكل في هرمونات النمو، كريستيانو كان عنده مشكله في قلبه. يعني في العادي الاثنين محدش فيهم متاح ليه ان هو يلعب كوره اصلا. ده كمان كريستيانو وامه حامل فيه كانت عايزه تنزله عشان كانت شايفه الفقر اللي هم عايشين فيه، وابوه اللي مدمن خمره. الاثنين مش هيخلوا حياه الواد ده كويس. يعني مش بس في العادي ما كانش متاح ليه الكوره، ده في وقت ما كانش هيكون موجود في الحياه اصلا. ودي لوحدها في حد ذاتها دراما. يعني شوف العيل اللي الست كانت عايزه تنزله من بطنها بسبب الفقر هو اللي عايشها احسن عيشه بعد كده. ده غير ان قصه الشخص اللي جاي من ظروف مستحيله وبعد كده بينجح دي قصه الناس بتحبها. أبكيتنا يا أستاذ سمير.
ده ما يمنعش اكيد ان في حب ليهم بسبب امكانياتهم ولعبهم في الملعب اللي هي امكانيات جباره، اللي هي اصلا صفه من صفات البطل برضه. بس انا بكلمك في نقطه ان ليه الحب ده خرج بره منطقه الملعب اصلا. فخلينا نرجع لموضوعنا. من صفات بطل الافلام كمان انه لازم يكون عنده حاجه ملهمه للي بيتفرج، شيء لو حد شافه لازم يقول انا نفسي اعمل ده او انا عايز ابقى كده. وفي الحالتين دول انت عندك كتير قوي من مهاره واصرار على الفوز وقوه اراده وحاجات تانية كتير. في الكتاب لما كان بيتكلم عن صفات البطل قلب النص، اخبرني قصه عن شخص يمكنني التوافق معه او يمكنني التعلم منه، هنالك سبب مقنع كي اتبعه، يستحق الفوز في النهايه، لديه دوافع اساسيه يمكنني تفهمها والاحساس بها. ولما تيجي تطبق الصفات الخمسه دول على رونالدو وميسي هتلاقيهم كلهم منطبقين، على عكس نجوم تانية لعيبه كويسه ومهاريه بس مش كل صفات البطل دي تنطبق عليه. يعني معظم اللعيبه البرازيليه ما عندهمش التزام قوي وبيلعبوا بمزاجهم، فتلاقي صفه ان المشاهد لما بيتفرج على حد والمفروض يلاقي حاجه يتعلم منها الصفه دي مش موجوده. في لعيبه بقى تانية كويسين لكن انت بتشوف اوقات كتير ان دوافعهم الفلوس بس، وده يخليك ما تحسش قوي بيه عشان الدوافع اللي مقصوده في الكتاب هي دوافع غريزيه ومعنويه، فتحبها عند الاتنين دول عشان كل واحد من جواهم عايزين يكونوا احسن، وده دافع انت بتقدره وبتتفهمه. وهكذا بقى لو دورت هتلاقي كل لاعب نجم كان ناقصه حاجه من الصفات دي، او حتى مجرد نقص للكيمياء مع الجمهور اللي قلت لك عليها من شويه. كل الكلام ده عشان بس بطل الفيلم يظهر وتبدا تحبه. لكن المهم بقى بعد كده هو البطل ده هيعمل ايه؟ انا صوتي اتنبح يا ابني، صوتي اتنبح والاحبال الصوتيه راح. فانزل كده اعمل لايك سبسكرايب الحاجات دي كلها عشان نكمل في الحلقات بتاعتنا. وخد لك بق ميه. في الدراما انواع الابطال كتير، البطل الاسطوري، التراجيدي، الرومانسي، الخارق، وكل واحد فيهم وليه صفاته. لكن رونالدو وميسي حسب صفاتهم واللي حققوه تقدر تحطهم في البطل المخلص او الريديمر هيرو. وده البطل اللي مش بيكون مهتم بس بالمجد الشخصي، لا هو كمان بيكون مهتم ان يشيل مجتمعه على كتفه ويعالج جراحه، وبيكون محطوط عليه الامل في انه يرجع مجد قديم مفقود. وده تلاقيه في ميسي مع برشلونه لما كان عندهم دوري ابطال واحد سنه 92 يقدر يفوز بيه بعد 14 سنه غياب ويجيب 4 بطولات. وكريستيانو اللي ريال مدريد كان اخر ابطال معاه سنه 2002 يكسب معاه البطوله بعد 12 سنه غياب وبرضه يفوز بيه مع الفريق 4 مرات. والاثنين برضه بعد ما مشوا من فرقهم فضلت الفرق بنفس الروح دي. لكن البطل المخلص اللي بجد هو اللي بيشيل شعبه، وتلاقيه مع كريستيانو رونالدو مع البرتغال لما كسب اليورو وبطوله دوري الامم الاوروبيه، وميسي اللي فاز مع الارجنتين بالكوبا امريكا وكاس العالم اللي هو مفيش بعده. الدراما كمان في الموضوع ان الفوز ده ما جاش ببساطه، هو جه بعد محاولات كتير قوي فشخ، وده اللي بيخلي الدراما دي افضل، لان زي ما قلت لك الفوز السهل بيكون ممل. عشان كده كل محاوله فاشله او خساره بتخلي البطوله طعمها احلى. ويا عالم في كاس العالم اللي جاي ايه اللي هيحصل. في سيناريو الافلام كمان بتيجي نقطه قبل النهايه بشويه اللي البطل بتاع الفيلم بيخسر فيه، وممكن اللي حواليه يشككوا في بطولته او قدراته، لكن البطل بيقدر يعدي العقبه دي ويثبت اللي حواليه انه لسه بطل. ميسي متخاذل مع بلده، رونالدو يعني عمل ايه للبرتغال والاثنين يفوزوا مع بلده. في باريس الجمهور يشتم ميسي، في اليونايتد في تاني فتره يتقال على رونالدو انه شطب كوره. هو رونالدو سريع زي الاول؟ لا. خد بقى دي، رونالدو فينيشر زي الاول؟ لا. وكل واحد فيهم يرجع يلعب كويس مع فريق تاني. الاستسلام مش موجود في قاموس الاتنين، ودي اصلا كمان صفة من صفات البطل. نرجع بقى للكتاب اللي اتكلم على بطولة البطل دي اللي بتخليها حاجة بارزة وباينة، شرير القصة أو البطل المضاد. الكتاب قال لك إن عشان البطل ده بطولته تزيد هو محتاج منافس يوازيه في القوة. وكمان قلب النص في العديد من الأفلام الجيدة نجد أن البطل والشرير هما وجهان لنفس العملة، يسعى كل منهما لفرض سيادته، ولهذا السبب يتساويان في القوة والمهارة. هو طبعا مفيش وصف معبر قد الكلام ده لعلاقة الاتنين دول ببعض. كمان المنافسة هنا على قد ما كانت قوية على قد ما كانت متكافئة. يعني ميسي يلعب في برشلونة، رونالدو يلعب في الريال الغريم التقليدي. ميسي يسجل في الكلاسيكو، رونالدو يسجل في الكلاسيكو. ميسي ياخد هداف الدوري، رونالدو ياخد هداف الدوري. منافستهم بالشكل القوي ده في اسبانيا خلت الموضوع يكون ممتع، غير ان هم اصلا بيلعبوا في فريقين ليهم جماهيرية في كل دول العالم، وده ساعدهم في الاول في تكوين جماهيرية من الفريقين، لحد ما في ناس بعد كده بقت بتشجعهم هما الاثنين قبل الفريقين، وفي ناس بقت بتشجع الريال عشان رونالدو، او بقت بتشجع برشلونة عشان ميسي.
طبعا بعد الاتنين ما وصلوا للجماهيريه دي، الاعلام بعدها فضل يساعد انها تكون موجوده او تزيد مع الوقت، غير كمان السوشيال ميديا اللي خلت كل حاجه عنهم معروفه بشكل واسع، وبقى في ناس عارفه عنهم ادق تفاصيل حياته. يعني الناس عرفت دلوقتي ان رونالدو اتجوز جورجينا وعنده الواد جونيور بس من واحده ثانيه غيرها، لكن منها هي عنده عيال كذا وكذا وكذا. الناس عارفه ان الواد ميسي متجوز البت انتونيلا، وعارفين عياله اساميهم ايه وشكلهم ايه وطباعهم عامله ازاي، وده خلى جزء كبير من جمهورهم يحس انه عارفهم بشكل شخصي، وتلاقيهم كاتبين في عيد ميلادهم كل سنه وانت طيب يا صاحبي اللي ما تعرفنيش. فعلا ساعات بيحس انهم اصحاب، وده اللي اوقات بيخليهم يدافعوا عنهم بشكل مستميت، او ممكن يهاجموا حد لو قلل من امكانياتهم او قال عنهم كلمه وحشه. كريستيانو عمي وعم الجميع وعم اللي في المكان كله. سواء انت بتحب كريستيانو او بتحب ميسي او حتى مش مهتم زي محمد مجدي صاحبي، فهو مفيش شك ان الاتنين دول اساطير حيه فعلا باللي هم عملوه واللي لسه هيعملوه، بلعبهم وارقامهم وامكانياتهم وانجازاتهم اللي مفيش حد هيقدر يعملها، واللي عايز يكسرها محتاج سنين قدام عشان يقدر يعمل كده. لكن فعلا اللي بيعمل الاسطوره قبل اللقطه الحلوه هي القصه الحلوه، فما تجيب سيجاره.